السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وصفة النهاردة بقى زي ما انتم شايفين، القرص الفلاحي، وكمان هنعمل المنين المحشي عجوة. وصفة سهلة جدا وقديمة جدا. الوصفة بمكوناتها بكل تفاصيلها قديمة من زمان، مفيش فيها اي تحديث، مفيش فيها اي تجديد. انا عملتها زي ما كانت ماما زمان عودتنا عليها وعلمتها لنا. هنبدأ كده بسم الله على بركة الله. المكونات والمقادير بتاعتي: انا علشان هعمل كيلو ونص دقيق هجيب كده ايه، بولة غويطة كده او اي حاجة غويطة. تمام. وهننزل كده بالدقيق. الدقيق ده اصلا انا كنت يعني ايه نخلاه، ورجعته تاني في الكيس، وكنت حاطه عليه نص كيلو. يعني ده الكيس ده اللي هو الدقيق الفاخر بتاع الحلويات. وكمان ضفت عليه نص كيلو دقيق سايب عادي خالص، مفيش فيها اي مشكله. معايا هنا فنجان قهوه صغير كده مليان سمسم ابيض او سمسم محمص المتاح عندك. معايا هنا معلقه من الشمر واليانسون محمصاه كده، وقمت دقاه بالهون. نزلت كده معلقه واحده بس عشان ما تمررش، وده شكله وهو لسه حصى. بتاخديه في طاسه ناشفه خالص مفيش فيها اي حاجه، وبتحمصيه لمده ايه 3 4 دقايق بالكتير على نار هاديه. ومعايا هنا كوبايه الا ربع من السكر الناعم او الخشن المتاح عندك، بس الناعم افضل طبعا. وابيض زي ما انت شايفه. نزلت كله على الدقيق بالطريقه ديت، وهمسك بقى كده المعلقه بتاعتي واقلب كده المكونات في بعضها، وعلشان تتداخل كده وتتوزع داخل الدقيق. معايا هنا معلقتين من الخميره، اللي هو الكيسين. هتستخدمي كيسين من الخميره الفوريه، ما يعادل من اي نوع خميره سايب اي حاجه معلقتين. تمام. هنقلب كده الدقيق تاني تقليبه كويسه. محدش يقول الكيسين كتار. كيس مكتوب عليه ان هو بيكفي كيلو، لكن لا، هو مش بيكفي كيلو ولا حاجه، عشان يطلع الخميره بتاعتها مظبوطه معاكي. او لو عندك خميره بيره استخدمه مكعب. ومعايا هنا كمان ظرف من الفانيليا بيدي تيست كويس قوي للعجين، يعني بيدي ريحه كويسه. تمام كده. معايا هنا بالظبط 700 جرام من السمنه على الزيت. عايزه تستخدميها بسمنه بس براحتك، عايزه تستخدمي زيت بس برضو براحتك، عايزه تستخدمي زبده على سمنه براحتك، يعني اللي انت عايزاه. بس المقدار 700 جرام علشان تطلع معايا ناعمه كده وحلوه. لو انت عاوزاها ناشفه هتستكفي بس ب 500 جرام سمنه او زيت او زبده على زبده على سمنه. تمام. والسمنه بتاعتي اللي عليها زيت ديت انا كنت مسيحاها، مش سايباها تغلي ولا تتقدح. لا، لو قدحتيها بتقعد تعمل كده بقى ايه، حرقان على الصدر وبتاع. فانا يا دوب بس بخليها تفك وتبقى دافيه. تمام. انا نزلت كده على الدقيق وقعدت اقلب كده كل ما ال- لحد كل ما الدقيق طالوا السمنه دي. كمان معايا هنا كوبايه من اللبن. كوبايه، انا ما كنتش فاصله النت، انا اسفه. فالاشعارات جت بقى طبعا بوظت لي الفيديو بالصوت بتاعها. طبعا اللبن انا كان معايا كوبايه ونص، حسب عجينتك ما تاخد معاكي. انا نزلت شويه بشويه زي ما انت شايفه كده، ما تنزليش باللبن مره واحده. هاتي الاول كوبايه لحد ما تحسي ان العجينه لمت في ايدك وبقت عامله زي الطريه كده وعامله زي الملبن. هو ده القوام اللي احنا عاوزينه زي ما انا هوريهولك دلوقتي. تمام. انا هاخد كمان شويه لبن، لان انا لسه ما وصلتش للقوام اللي انا عاوزاه او الملمس. وعجيني براحتك، ما تخافيش، العجينه مش هيحصل لها حاجه. واللبن مش زي ما الناس بتقول ان اللبن بينشف العجين. اللبن ما بينشفش ولا اي حاجه يا جماعه، بالعكس بيخلي العجينه طريه. عايزه تحطي لبن على ميه حطي براحتك، بس لازم كده القرصه تكون بخيرها ونعجنها بلبن. والله كمان بقى لو انت عندك كمان شويه قشطه كده. والاجمل بقى لو سمنتك بلدي، بس انا عامله سمنه روابي على زيت صيني. تمام.
العجينه بتاعتي خلاص مسكت اهيت وبقت مية مية. ولمت هجيب كده اي فوطه اي كيس اي حاجه واغطيها كده لمده ربع ساعه تلت ساعه لحد ما تتخمر معايا شويه كده. العجينه بتاعتي اتخمرت اهي وبقت مية مية زي ما انت شايفه. اضغط عليها تنزل لتحت عامله زي الفوم كده. وكمان كنت انا مجهزه عجوه. ده قالب عجوه حط عليه معلقه سمنه او زبده برضو او زيت اللي متاح عندك اشتغلي بيه. وسيحتها كده على البوتاجاز على نار هاديه وقعدت اعجن فيها كده. يعني العجوه تعجني فيها كده بحته الزبده ومعلقه سمسم. بس هتبقى معاكي زي الملبن. هجيب قطعة عجين كده زي ما انت شايفة كبيرة قد يعني ايه كبشة كده. وهتاخديها كده بقى تقوم ايه برمها على الرخامة مش هتلزق منك ولا اي حاجة. وتفرديها كده بالطول وتحاولي ايه تلم من الجوانب كده عشان تبقى مظبوطة معاكي. وهاخد بقى كده قطعة عجوة وابرمها ما بين ايديا وانزل كده على العجينة هتلزق معاكي على طول يعني. زي ما انت شايفة انا بعملها. سهلة جدا وبسيطة ومفيش فيها اي حاجة. هتبططي كده العجوة. عاوزة تكتري عجوة كتري بس انا بالنسبة لي كده حلوة قوي. لان برضو العجوة مسكرة. وكمان انا كنت حاسة ان هي كده مظبوطة قوي. هنبدأ بقى نجيب الطروف كده ونقابلها ببعض. شوفي العجينة اصلا سلسة معاكي مش ناشفة. والعجينة ديت يعني بصراحة ممتازة. دي زمان كانوا بيعملوا منها الكحك. وكانوا بيعملوا منها القراقيش ومش يعني حاجات كتير. بس زي ما انا قلت لك بتختلف. انت عايزه تكتري السمنه عشان تبقى دايبه معاكي حطي ال 700 جرام. عايزاها ناشفه شويه هتحطي ال 500 جرام. هنقفل كده العجينه زي ما انت شفتي وهبدا بقى ايه اظبط كده من فوق ومن الجناب لحد ما احس ان انا ايه خلاص قفلتها وظبطتها. والسمك بتاعها ده مناسب جدا. كمل كده حاجات بسيطه يعني. هبدأ بقى كده اجيب السكينة او القطاعة او اي حاجة عندك انت بتقطعي بيها او حابة تقطعي بيها مشرشر او بالسكينة او تقطعي باي حاجة. تمام. انا جبت كده القطاعة بتاعت العجلة بتاعت البيتزا دي وقطعت. يعني ما كنتش عاملاها قطع سميكة ولا عالية قوي ولا طويلة قوي. هي وسط اهي زي ما انت شايفة. صباع ايدي اكبر منها. شايفه السمك بتاعها دلوقتي عامل ازاي. اول ما هتدخل الفرن بقى والخميره بقى تتفاعل مع الحراره والكلام ده كله هتلاقي حاجه تانية خالص. تمام. هناخدها بقى. انا حاطه طبعا الصينيه جنبي وهبدا ارص فيها. الصينيه ما تدهنيهاش زيت ولا تدهنيها سمنه ولا اي حاجه. هات الصينيه ناشفه كده وحط فيها القرص بتاعتك. تمام. احنا كده دلوقتي بنعمل المنين. وهو عجينة برضو واحدة نفس عجينة القرص اللي انا بعملها دي. يعني العجينة دي عملت منها القرص الفلاحي وعملت برضو منها المنين المحشي عجوة. وتقدري كمان تعملي منين سادة. كان يعني بصراحة طعمه حلو قوي وممتاز ومميز وتحسي فيه بطعم زمان وريحة حاجة زمان كده. ويعني اللي كنا بناكلها عند تيتا وكنا ماما تعملها هي اللي انا بعملها لكم دي. هاخد لكم كمان قطعة تانية زي ما انت شايفة. انا فردتها بالطول وبططتها وجبت العجوة وفردت كده في النص. يعني ما تفرديش بقى في الطروف والكلام من ده. احنا عاوزينها تبقى من جوه شكلها كده مظبوط وتكون مفرودة كده في المنين بتاعنا. شايفين بسم الله ما شاء الله. كيلو ونص دول هيعملوا لك 2 كيلو ونص من القرص او من المنين. وكمان مش هتاخد في ايدك اكتر من ساعة. يعني ساعة بالظبط انا كنت مخلصاهم عجن وتشكيل وكمان سوا. تمام. قفلت انا كده دلوقتي العجين بتاعي وببطط عليه كده علشان يتفرد معايا شوية علشان السمك كان عالي. هشيل بقى الزوايد اللي هي في الطروف دي ومش هرميها ولا حاجة. انا هحطها في جنب كده وهستخدمها على العجينة الجاية ان شاء الله. مش الفيديو الجاي ان شاء الله العجينة لا اللي جوه الطبق اللي فيه العجين.
تمام. وقطعناه صوابع اهي زي ما انت شايفه. عايزه تعمليها اعرض من كده، بس انا شايفه ان هي كده مناسبه جدا جدا جدا. اعملوها بقى يا جماعه، انتوا عارفين الدنيا بقت غاليه، وكل فيديو بقعد اقول اعملوا في البيت يا جماعة، وحاولوا تتفننوا كده في حاجتكم. علشان بصراحة الدنيا ما عادتش مستحملة 2 كيلو قرص ولا 3 كيلو. يعني هما كانوا تقريبا والله 3 كيلو. شوفي ال3 كيلو قرص هيقعدوا عندك قد ايه لو عندك اطفال. وكمان مفيدة، يعني احسن من هي بالنسبة لي والله احسن من حاجات تانية كتير احنا بنجيبها ملهاش لازمة. مثلا بتروحي تجيبي علبة تونة، ولا بتاع علبة تونة ايه اللي ب50 جنيه مش عارفة. وفي الفرن يعني هي على الأقل أحلى من بتاعة الفرن بكتير. تمام. ادي التشكيل اللي انتوا شفتوه الأولاني للمنين. هنبدأ بقى كده ايه، نعمل شوية قرص كده. بصراحة بسم الله ما شاء الله القرصة هتشوفوها في آخر الفيديو. يعني لونها كهرمان حاجة كده، بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. ادي القرصة. خدت العجينة وعملتها بقجة، وحشيتها عجوة، وبرمتها وقمت مبططة عليها زي ما انت شايفة كده. وده سمكها، ما تحاوليش تخليها تخينة، لا رفعيها، لان هي لسه هترفع في الفرن، هتترفع معاكي وهتبقى هشة وجميلة. وبصراحة كانت طالعة كده واخدة حقها في التسوية وكمان في التخمير. كانت طالعة ما شاء الله، تحسها كده جواها طراوة كده، جواها هوا بتقرمش. كأنك بتاكلي كده حاجة جميلة كده، بتقرش تحت بقك كده، مش طرية. لا ما هياش طرية، حلوة بتقرمش كده، يعني طعمها حلو. تمام. وخدنا كمان قطعة عملناها قرصاية زي ما انت شايفة اهو. هتبططي عليها، وزي ما قلنا مش عايزينها سميكة اهو. بسم الله ما شاء الله. ويا رب كده الوصفة تكون عجبتك، ولو عجبتك وطبقتيها ونجحت معاكي ما تنسوناش بالدعاء. وما تنسيش اللايك والشير والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى بعد الخبز بقى يا جماعة، طالعة من الفرن بسم الله ما شاء الله. كمان والله الكاميرا ظلمها جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.